وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين بالنسبه لشهر رمضان. ربنا كريم عليكم وعلينا باليوم والخير والبركات والسعاده. اللهم امنها متقبل. هنعمل النهارده طريقه لسان العصفور بطريقه بسيطه ورائعه وسهله بتكات حشو ومهاجر. جميله وسهله ورائعه. هنجيب فراخ الاول، نقطعها قطع متوسطه ونغسلها بالعصير الليمون والملح كويس على الحنفيه والميه. وهنجيب حلة على النار فيها مية، فيها لورا وفيها حبهان، فيها رشة فلفل اسود ورشة جوز الطيب ورشة قرفة ورشة زعتر ومعلقة ملح ومكعب ملح. هنضيف الفراخ هتستوي نص تسوية. وبعد كده هنجيب حلة تانية هنضيف فيها سمنة على زيت وتحمر فيها لسان العصفور. وبعد كده هنبدأ نقلب الفراخ مع السمنة مع الزيت بعد لسان العصفور ما تتحمر. وبعد كده هنضيف المرقة اللي احنا سويناها فيها في الأول نص التسوية. هتكمل التسوية بتاعتها مع لسان العصفور في حلة واحدة ومعها المرقة وعليها التوابل، عبارة عن رشة فلفل اسود ورشة قرفة ورشة زعتر ومعلقة ملح ومكعب مرقة ونصف معلقة فلفل اسود. وهتستوي وهنكملها هنضيف معلقة قشطة في قلب لسان العصفور، هتخليها جميلة ورائعة. وبعد كده هتستوي هنبدأ نغرفها في الطبق. فراخ مع لسان العصفور بتكات حشو ومهاجر اهي استوت وبقت رائعة وجميلة. والفراخ اهيت مقطعينها قطع متوسطة. هي ممكن تنفع بصدور الفراخ وممكن تنفع بالفراخ، بس نقطعها قطع متوسطة زي ما قلت لكم عليها في الأول. وهنبدأ نغرف الطبق بعد ما استوت لسان العصفور ده. كانت حاجة شبه مهاجر اهيت فراخ مع لسان العصفور اهي جميلة ورائعة وبسيطة وسهلة. كانت حاجة شبه مهاجر. وأشكركم وأقول لكم مع السلامة.